مساء الخير، أنا المرشدة السياحية والنهاردة قصة حياة فنان في دقيقة. وفنانتنا النهاردة من نوع مختلف. فنانتنا النهاردة الفنانة الجميلة والكبيرة زوزو حمدي الحكيم، الله يرحمها. من مواليد أسيوط. اتولدت في أسرة عارفة يعني إيه فن، وكانت بتحبه جدا وبتقدره، واتخرجت من المعهد العالي للتمثيل عام 1934، وكانت في الوقت ده عندها 22 سنة. تاريخ ميلادها 6 ديسمبر 1912، تاريخ وفاتها 4 نوفمبر 2003. توفت عن عمر يناهز 91 سنة. الله يرحمها ويرحم الجميع. اشتغلت في الفرقة القومية اللي كان بيرقصها في الوقت ده خليل مطران. تزوجت مرتين، أول مرة من الصحفي محمد التبعي، لكن الزواج لم يستمر طويلا، وبعد كده اتجوزت المرة التانية وزوجها مش معروف اسمه. قدمت 72 عمل فني، ومنهم ملائكة في جهنم، يد الله، الأم، قصة غرام، ليلى بنت الفقراء، إلى الأبد، الدفاع، تجربة في الحب، ردة الروح، ليلة غرام، جوز الأربعة، أرواح هائمة، الصيت ولا الغنى، ستات عفاريت، أمل ضائع، مدرسة الإشاعات، نور من السماء، النائب العام، راوية، صراع الأبطال. شخصيات تبحث عن مؤلف، وإسلاماه، سابحة في النار، امسك حرامي، ليلة رهيبة، هارب من الحب، اسماعيل ياسين يقابل ريا وسكينة، العسل المر، بنات الليل، موعد مع السعادة، نساء بلا رجال، ريا وسكينة، غضب الوالدين، المومياء، بيت الطالبات، أرملة وثلاث بنات، رجال لا يتزوجون الجاملات، حب فوق البركان، قاهر الظلام. ولأن قصة حياة الفنان لا يمكن تكون في دقيقة، وعشان كده استنونا في قصص حياة الفنانين اللي جاية. يا ترى هنتكلم عن مين؟ سلام عليكم.